وسهلا بكم مع أبونا شمعون لدراسة اللغة الآشورية. هذه الحلقة 19. لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القديمة والقادمة. أيوة يعني لا تنسون. أبونا احكي لنا شو في جعبتك. شكرا أستاذ سامي. قبل كل شيء خلي أشارككم النص حتى ندبعه سوية. أوكي. أيوة خلي يعملوا أفهم هيك هكذا أيوة. هكذا مثل هذا. هذه الكردي لما يحكي عربي يقول هيك مثل هذا مثلها هكذا. ما عندهم ذي، ما يقدروا يلفظون الأكراد، ما عندهم لا ذي ولا الضاد ولا الضاء. أيوة ما في اللغة الكردية ولا الضاء يسووها زاء. هذا مثل المصري هذا. والذال أيضا زاء. أيوة الذال زاء والضاء أيضا زاء. أيوة الظالم يقولوا ظالم. أيوة الظالم. المصريين كلهم نفس الشيء. أيوة الظالم. أوكي. فهيك هسه نجي على موضوع ثاني للصفة، هي جنس الصفة. شفنا هذا أنواع الصفة اللي كان تمام. شفنا الأصلية كيف وبعدين النسبية. هلا نجي نشوف جنس الصفة، يعني المؤنث والمذكر. طبعا المثنى ما في، نحن عندنا الجامد يعني، أو ما في عندنا إما مذكر إما مؤنث. أيوة. فجنس الصفة جنسة شوماها. أيوة. للصفة كالاسم جنسان مذكر ومؤنث، وكل الصفات المؤنثة لها تاء التأنيث في آخرها، هذه تاء وتاء. إلا بعض الشواذ نشوف. ولتغيير جنس الصفة من المذكر إلى المؤنث يكفي إدخال تاء مسقوفة، يعني ذات فتحة طويلة للمفرد قبل ألف الختام. ألف البركة. ألف البركة. أيوة. مع تسكين الحرف الذي قبلها. هذا مهم أيضا. هسه مثلا عندنا قورة، شفناها قورة كبير. كبير صير قرتا. الراء هذه سكناها، أخذنا من فتحة من عليها وأتبعناها بتاء ذات فتحة طويلة، فصار قرتا كبيرة. قرتا. أيوة. قورة. شبيرة. أيوة. جميل. شبرتا. جميلة. هاي سفيرة بالكتاب المقدس، يعني بالإنجيل. بالأعمال الرسل زوجة حنانيا اللي سوى عن اللي خبوا قسم من المال اللي باعوه كرم. أيوة. سفيرة. هي شبيرة يعني. شبيرة. في إسرائيل كثير ناس يحملون، اليهود يحملون شبيرة. شبيرة. جميلة. ما طا وما شبر. نحن دائما لما نحكي نستعملها، مثلا نقول أنا بدل هيك سويت هيك، يقول لك ما طا وما شبر، يعني هو أحسن وأجمل. طا وشبر. طوف وشبير. ما طا وما شبر، يعني كم هو حسن وكم هو جميل، وكم هو صالح وكم هو جميل. أيوة. كشيرة يعني شاطر أو مجد. مجتهد. أيوة. كتبت الشاطر بس لا، الثلاثية مجتهد أحسن. شاطر ما أعرف بالعربي فصيح يسموه شاطر. يقول شاطر. بس شاطر إلى بعدين معنى آخر، تعرف. أيوة الذي شطر. أيوة. بس هو الترجمة يعني مش واضحة. تقول شاطر يعني حدق، فاهم علي؟ ولكن هو الشاطر يعني اللي يقسم الأموال. صح. شطر المال إلى قسمين. صح بالفعل. فيعني يقول الابن الشاطر، يقول يعني الابن الذكي. مو الابن الذي شطر أمواله به أو قسمه. أيوة. هنا المشكلة. الترجمة طلعت مش حلوة. أيوة بالضبط. أيوة. عندنا كشيرة نفس الشيء، يعني سهل، هي فقط تسكن الحرف الأخير وتضيف تاء طويل، تاء بفتحة طويلة.
سموقة سمقتة، أحمر حمراء. إيه. سموقة سمقتة. رامة شفناها عالي. آه. رمتة عالية. عال عال عالية. إيه. عال يمكن عال هيك، عال عالية. وعالي عالي برضه ماشي بالياء. خروبة خروبة خروبتة، حاد يعني، حاد حادة، خروبة خروبتة. ركيخة ركيخة ركيختة، هاي اللي نقول اللينة يعني، هاي الأحرف اللينة هي ركيخة. أيوة ركيك، أيوة ركيخة لين. ركيختة، لين لينة. إحنا نقول ركيك يعني ايوه ركيك. ناعم ايه ناعم ايه ناعم، يعني مستخين. مشتقين. نعم هو أيوة هاي لين. لين. ناعس ناعس، نحن بالعراقي نقول ناعس. ناعس. إيه ناعس يعني لين. هو ايش قد ناعس هذا، ايش قد لين. إيه ما أعرف ناعس. ليش منين جتي ناعس. إيه. وهذا ينطبق على الصفات النسبية بأنواعها الثلاثة. هل طريقة التأنيث تنطبق على الصفات النسبية أيضا؟ هنا شفنا الصفات الأصلية كان والاعتيادية. أيوة. الصفات النسبية بأنواعها الثلاثة، وفيما يلي أمثلة عليها جمعتها كلها فيها على هاي كنت. هاي حلوة راح تكون شو اسمه. فعندنا النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث من النسبية، الصفات النسبية. لها المذكر والمؤنث، المذكر مؤنث، مذكر مؤنث. النوع الأول المذكر نينوايا، قلنا جاي من نينوي، نينوايا يعني نينوي. أيوة. تمام نينوايا. فتأنيثها يصير نينويتا. أيوة. نفس الشيء يعني نسكن الحرف الأخير هذا الياء ونضيف التاء مع فتحة طويلة. نينوايا نينويتا. أيوة. ماتايا ماتيتا. أيوة. ماتايا القروية. آتورايا آتوريتا، أثوري آثورية، وآشوري وآشورية. كتاوايا كتاويتا، كتابي كتابية. هذه كانت كتابية التي تزوجها محمد المصرية أيوة هاجر. كتاويتا كتاويتا. مشيخايا مسيحي، مشيخيتا مسيحية. أيوة. ناشايا إنساني، ناشيتا إنسانية. أيوة. ألاهايا إلهي، ألاهيتا إلهية. أيوة. هذا النوع الأول اللي ينتهي بالياء. نجي النوع الثاني اللي ينتهي بالناء. المذكر أرعانا يصير أرعنتا. نفس الشيء، طريقة نفس العملية. شو تعني أرعانا؟ شو تعني أرعانا؟ أرضي أرضي أرضي. أرضي من أرعى، أرعى أرض، أرعانا أرضي. أيوة. أرعانا أرعانا أرعنتا. نفس الشيء، الحرف الأخير يسكن النون وأضيف التاء. لأنه هاي الكلمة موجودة في القرآن أبونا. إرعانا. لا بس هي تهكم على النبي محمد في القرآن. إرعانا، وما أعرفش مثل هيك إرعانا. يعني هو أرضي، يعني أفكاره أرضية. ما أعرف. أو إرعانا يعني هو من فعل رعى يرعى، يعني يرعى. إرعانا إرعانا. إرعانا أيوة، مثل حكي مثل إيش. جاهز. روخانا روحاني، روخنتا روحانية. أيوة. جنسانا جنسنتا. قشمانا قشمنتا. جنسانا قلنا جنسي جنسية. قشمانا جسم جسمي جسمية. وهيك والبقية كاي تمشي نفس الشيء يعني، مو مشكلة هي. بغرانا بغرنتا. برزلانا برزلنتا. حديدي حديدي حديدية. دهوانا دهونتا. ذهبي ذهبية. أيوة. هذه الثاني، النوع الثاني اللي ينتهي بالناء قلنا من الصفات النسبية. والنوع الثالث الذي النون والياء أيضا اثنيناتهم نجمعهم، مثل ناشانايا إنسانوي. نعم. ناشانيت إنسانوية. حيوانانايا. أيوة. تصير حيوانانيت. يعيانايا نباتي. يعيا نبات. يعيانايا نباتي. يعيانيت نباتية. أرآنايا أرضي. أرآنيت أرضية. شوف ثلاث. أرآيا أرآنا أرآنايا، ثلاث أنواع.
3 درجات من الصفة النسبية. حلو جدا. طبعا لها كل واحدة استعمالاتها الخاصة، يعني في قليل من الحالات نقدر نستعمل واحدة مكان الأخرى، لأن أيوة فيها شوية معاني مختلفة ولو هي مرادفة، ولكن تبديت نيانس. نيانس كان. أيوة يعني أيوة أرعانايا، أرعانيتا، أيوة تأنيثها. شميانايا سماوي، سماوية. شميانيتا. أيوة. أترانايا وطني، أترانيتا وطنية. أيوة. أترى هو الوطن أو البلد أو حتى المكان أيضا نستعمل أترى. أمتانايا قلنا أيوة. قومي. أمتانيتا قومية، قوموية. أيوة. 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 هذه يعني ومو صعبة الصفة يعني. ملاحظة، قلنا هناك بعض الصفات تشذ عن هذه القاعدة، حيث أن تأنيثها يكون بقلب حركة حرفها الأخير إلى زلامة طويل، أي كسرة طويلة. خلينا نشوف نعملها إلى هيك حتى حط أحمر، حط أحمر. خلي لا، ما زال أنا رتبتها هسه إلى كسرة طويلة. أيوة. أيوة، زلامة طويل مع عدم إضافة تاء التأنيث. ما نخليها تاء التأنيث، هاي شاذة. هاي كم واحدة، كم شو اسمها هي، كم كلمة تأنيث. مثل بلقي، من بلقى. بلقى أيوة. شو بلقي يعني أرقط. مثلا ثور أرقط، بقرة رقطاء. بلقى أرقط، بلقي رقطاء. أيوة. أيوة. بلقي. فما نقول بلقتها، هو بلقتها كان لازم حسب القاعدة، بس لا ممكن نقول بلقي كأنها جمع، هي تأخذ كصفة الجمع، ولكن مو هي جمع، هي تأنيث، طريقة تأنيث. هاي شاذة يعني، هاي كم كلمة فقط تعد على رؤوس الأصابع. بلقي من بلقى. أبونا القاموس بعطي هذه المعطيات أم لا؟ أكيد قاموس اللغة الآشورية الحديثة القديمة، ما أعرف إذا فيه هالشيء هذا، ما أعرف، ما أتذكر. ثورة بلقى، ثور أرقط. ثورت بلقي، بقرة رقطاء. أيوة. ثورت بلقي. هي من يكا يعني ضخم. بالسويدي عندهم للهالعم عملاق يسموه يته. يكا هي بالضبط عملاق، يعني عملاق ضخم جدا. يكا جورا، يكا رجل ضخم أو عملاق. بختة يكي امرأة ضخمة أو عملاقة. أيوة. وأيضا عندنا كلمة زردة، من زردة أصفر يعني، زردة صفراء. كوسة زردة شعر أصفر. صدرة زردة قميص أو نسوي قميص بالسرياني هو مؤنث. صدرة زردة يعني عباءة صفراء. أيوة. هاي 3 كلمات فقط. أيوة. للعلم لازم يعني. أيوة. خلصنا من جنس الصفة، نجي على خاصية الأخرى، عدد الصفة. منيانة شوماها. عدد الصفة منيانة شوماها. للصفة عددان كالاسم، أي المفرد والجمع. المثنى ما عندنا طبعا، ولا وجود للمثنى في اللغة. أيوة. حلو. جمع الصفات المذكرة. أولا نشوف الصفات المذكرة شلون نجمعها. الصفات المذكرة تجمع عن طريق تغيير حركة حرفها الأخير من سقاطة، يعني فتحة طويلة، من فتحة طويلة إلى زلامة طويلة، إلى كسرة طويلة. أيوه. مثل الاسم الجمع السالم، ماكو للاسم. من فتحة طويلة إلى كسرة طويلة. أمثلة عندنا المفرد جورا قلنا، الجمع يصير جورة. جورة. أيوه. كبير كبار. شبيرة جميل، شبيرة. أيوه. جميلون ما جميلين، ما أيوه.
جمال لا، جمال صار جمل. جميلون. كشيرة شاطرة ومش مجد ومجتهد. كشيرة سهل هي. سموقة رامة عالية. خروبة حادون. ركيخة لين ركيخة لينون. ركيخة خروبة رامة سموقة مثل ناشئ الاسم إنسان أناس. أيوة. وهذا ينطبق على الصفات النسبية بأنواعها الثلاثة أيضا. أيوة. هذا الجمع. أمثلة: النوع الأول المفرد نينوايا، نفس الكلمة اللي شفناها. أيوة. نينواية أيوة. نوايا يا يصير يه. أيوة. ماتايا قروي ماتاية قروي. أيوة. قرويون. أتورايا أشوري أتوراية أشوريين. أو أشورايا ما في فرق. أتورايا وأشورايا. كتاوايا كتابيون. مشيخايا مسيحيون. ناشايا إنسانيون. نعم. ألهايا الإلهيين. النوع الثاني اللي بالناء يخلص الصفة. أرعانة. شو تقول مثلا إنسان أرضي. أيوة. أناس أرضيون. نعم. أرعان روحانيون. أبونا هل تعني دنيوي؟ أيوة دنيوي. دنيايا يعني دنيوي. دنييتا دنيوية. أيوة. أرعانا لا، أرعانا يعني أرضي. الأرض يعني أيوة. الأرض. لأنه القرآن يستعمل الاثنين. أيوة نحن يستعمل دنيا وأرض. نحن أيضا شوف كتبنا هذه دائما موجودة هي. أرضي أو إنسان أرضي أو دنيوي. حياة أرضية أو حياة دنيوية. أيوة. نفس الشيء. خي دنياي وخي أرعاناي. أيوة. خي حياة قلت أنا دائما هي جمع، لذلك أرعاناي ودنياي ودنياي أرعاناي. جنسانة سجن جنسية. بغرانة جسدي. قشمانة أول قشمانة جسمي. قشمانة جسميون. بغرانة جسدي. بغرانة جسديون. شوف جسم وجسد عندنا أيضا. قشمة وبغرة. برزلانة حديدي. برزلانة حديديون. دهوانة ذهبي. دهوانة ذهبيون. النوع الثالث اللي هو نجمع بين نون والياء أيضا. ناشانايا إنساني. ناشانايا حيوانانايا. حيوان. ليش هو النونين؟ لأنه حيوان في أصلها بها لها نون. حيوان. حيوانانايا. حيوانانايا. وهي كلمة طبعا مسر يعني عربية مأخوذة من العربي، نستعملها نحن بالحديث بالمعاصر. بالقديم ما فيها طبعا كلمة، من بدلها اكو خيوة للحيوان بالقديم. اكو يعيانايا نباتانية. يعيانايا نباتانيون يعني في فين دا كنت يعني في نهاية الأمر. أرعانايا أرضي أيضا. أرعانايا أرضيون. أرعانايا ممكن نقول أرعانايا. شميانايا سماوي. سماويون. القوات السماوية. نحن القوات السماويون ما في سماوية. جمع دائما ما في جامد. جمع الجامد أيوة. في القرآن جيجي هذا. أيوة. بالضبط. هو السرياني. هي الصياغة السريانية. أوقات ينسى حاله. أيوة بالضبط.
أطرانايا وطني، أطراناي وطنيون. أمطانايا قومي، أمطاناي قوميون. أوكي. جمع الصفات المؤنثة، هاي الصفات المذكرة كلها. هسه جمع الصفات المؤنثة، أما الصفات المؤنثة فتجمع بطريقتين، مو طريقة واحدة، طريقتين. الأولى تتم بتغيير تاء التأنيث إلى زلامة طويل، حركة تاء التأنيث من سقافة طبعا إلى زلامة طويل إلى كسرة طويل. يعني خلي أكتبها كامل، من حركة تاء التأنيث من الفتحة الطويلة إلى الكسرة الطويلة. الكسرة الطويلة، أي تمام، من الفتحة الطويلة للكسرة الطويلة، تاء التأنيث زلامة طويلة، مع إعطاء حركة سقافة للحرف الذي يسبقها. نعطي حركة فتحة طويلة، فتحة طويلة سقافة الحرف الذي يسبقها والذي يكون عادة ساكن كما رأينا أعلاه ساكن، قلنا دائما يكون ساكن. بالصفات جورا، جورتا، جورتا ساكن، شوف هذا الحرف قبل التاء، فنصير جوراتي، جورتا الكبيرة تصير جوراتي. شو سوينا؟ أعطينا فتحة طويلة للحرف الساكن ما قبل الأخير اللي هي هنا في هذه الحالة راء، جورا. بعدين حولنا، غيرنا فتحة التاء تأنيث هذه من الفتحة الطويلة، الحركة من الفتحة الطويلة إلى الكسرة الطويلة، تاء ت، هي هاي كل ما الأمر. كبيرة، كبيرات. شبرتا جميلة، شبيرات. كشرتا مجدة شاطرة، كشيرات. سمقتا حمراء، سبوقات، سبوقات. رمتا عالية، رامات، عالية يا عالية يا عالية، 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 عاليات. خربتا حادة، خروبات، حادات. ركختا لينة، ركخات، لينات. أما الطريقة الثانية وهي الأكثر استعمالا فتكون باستعمال جمع المذكر بدلا من المؤنث، من الجمع المؤنث حتى للكلمات المؤنثة. أيوة، هذا طبعا شيء حديث من الجمع المؤنث، أي بحذف تاء التأنيث وتغيير حركة الحرف الأخير إلى كسرة طويلة. راح نشوف أمثلة. كسرة طويلة. فمفرد مثلا هاي جورتا اللي شفناها الكبيرة تصير جورة بدل جوراتة، جورة. أيوه، جورتا جورة. مثلا نقدر نقول إحنا بنات جورات، بنات كبيرات، أو نقول بنات جورة، بنات كبار. أيوة نقدر نستعمل، وهي أكثر نستعملها نحن في الحياة اليومية. هالطريقة هذه هي أسهل وأقصر جورة. طبعا في هناك مدرسة ما تقبل هذه، يقول لا هذا تحديث، هذا شو اسمه، هذه كله، هذه بدعة، وكل بدعة ضلال، ضلال في النار. ضلال في النار. ايوه، كل بدعة في النار. فقسم يقول، بس انا لا، انا عملتها وتستعمل يعني كثير. جورتا جورة، شبيرتا شبيرة بدل شبيرات، كشيرتا بدل كشيرات كشيرة، سموقتا بدل سموقات سموقة، رامتا بدل رامات رامات رامة، رامة في إحدى شو اسمها هي
شو اسمه ماركات ساعة أظن راما ما أعرفهاش. راما خروبة بدل خروبات، ركيخة ركيخا بدل ركيخات. تمام، هاي خلنا هاي. وكل ما سبق ينطبق على الصفات النسبية أيضا بأنواعها الثلاث. مثلا يعني هاي طريقة الجمع، طريقة التأنيث، العفو، طريقة التأنيث. النوع الأول قلنا مفرد جمع. شو هاي؟ ايوه عدد ايوه جمع. شوف انا اختلط علي. جمعنا في جمع في عدد الصفة، يعني المفرد والجمع. المفرد للصفة المؤنثة ننويتا، الصفة النسبية المؤنثة ننويتا يعني نينوية، جمعها ننواياته. نعم، نفس الطريقة، نفس القاعدة، أنه شو أعطينا فتحة طويلة للساكن الذي يسبق التاء التأنيث، وحولنا فتحة التاء التأنيث إلى كسرة. نواياته. ماتيت قروية، ماتيات. ليش هيك؟ أوكي، هذا خليها أحمر حتى ماتياتي. آتوريتا أو أشورية، آتوراياته أشوريات. كتاويتا كتابية، كتاوياته كتابيات. مشيخيتا مسيحية، مشيخيات مسيحيات. ناشيتا إنسانية، ناشيات إنسانيات. ألهيتا إلهية، ألهيات. مثلا العلوم الإنسانية نقدر نقول ناشيات، يعني ولو هي علم بالسرياني علوم مذكر، علوم ناشاي. أوكي، فقصدي أي شيء إنسانيات من الإنسانيات. ناشيات مثلا نقدر نقول كل العلوم هذه الإنسانية ناشيات. أيوة. فعندنا الشكل الثاني، النوع الثاني للصفة، صفة النسبة، اللي هي تنتهي بالنون بدل ياء. أرأنت هو المفرد المؤنث، طبعا احنا هنا في المؤنث. أرأنت أرضية. أرآني، شفت هذا الجمع الآخر، الجمع الثاني اللي هو مذكر نستعمله للمؤنث ممكن. هنا ما نستعمل الجمع الاعتيادي، إنما الجمع الثاني اللي المذكر للمؤنث، الجمع المبسط يعني. مبسط. ايه، ما نقول ارعاناته، ايوه، قد بشعه يعني مو حلوه. ارعاناته يعني ارعانه ايضا. مثلا نقول عادات ارضيه مثلا. عادات ارضيه. عياده ارعاناته. نقول ارعانه، ما نقول ارعاناته. عادات ارعانه. روخنتا روحيه. روخانه مو رخاناته. ايوه. جنسنتا جنسية، جنسانه. ايوه، مذكر له. يشمنتا يشمانه، جسمية. جسميون. بغرنتا جسدية، بغرانه جسديون. برزلنتا حديدية، برزلانه. وهكذا. النوع الثالث اللي هو النون والياء، قلنا نايا. فناشانيتا، لأنه المؤنث تاع ناشانايا هي ناشانيتا. ايوه، مؤنث، نحن نتعامل مع المؤنث. فالصفة المؤنثة للنوع الثالث، النسبة الصفة النسبية النوع الثالث ناشانيتا هو للمفرد، فجمع يصير ناشانايات. يعني تطبق القاعدة العامة عليها، وهي أنه إعطاء فتحة طويلة للحرف الساكن الذي يسبق تاء التأنيث، مع تغيير حركة تاء التأنيث من الفتحة الطويلة إلى الكسرة الطويلة. هذه القاعدة العامة للتأنيث، جمع التأنيث.
هيوانانيت حيوانية، ايوه هيوانانايات ايوه ايوه يعيانيت نباتية، ايوه يعيانايات ايوه أرآنيت أرضية أرآنايات أرضيات ايوه شميانايات. على فكرة أستاذ سامي، بالعربي طبعا كقاعدة عامة الساكن قليل في السكون، دائما الحرف يكون محرك، تمام. ايوه 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 حتى اسم أنا أتذكر كثير من الشيوخ أو هذه ما يستعملون مثلا يقولون ما يقولون أفغانستان، يقولون أفغانستان. ايوه ايوه أفغانستان، يقول هاي عربي فصيح، هو أفغانستان مو أفغانستان. أيوة، ما يقول لأنه ساكن ومو محبذ باللغة العربية. واظن حرفين ساكنين مع سوا لا يمشي. لا يجوز. أيوة ايوه ايوه بالعربي ايوه ايوه. أفغانستان مثلا بسيكولوجي ما يعرفوش يلفظوها، صح. يقولوا بسيكولوجي. أيوة بالضبط. هم العرب يقولون فيسيكولوجي، الفورس يحطون أليف قبل هاي. كيف يقولوا؟ فاسيكولوجي. مثلا ستوكهولم، ايوه العرب يقولوا ستوكهولم. ايوه الفورس يقولوا ستوكهولم. إيه. لهيك اسطنبول أه. اسطنبول. ايوه فهمت علي؟ هي اسطنبول اسطنبول، فهم بيلفظوها اسطنبول. ايوه 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 ايوه، لانهم اثنين ساكنين ما بيمشوا. ماشي، خاصة بالبداية يعني بالمرة ما مقبولة. أرآنيات، شميانيات، أطرانيت اللي هي وطنية، شميانيت شماوية أرضية تعلمناها. أطرانيت وطنية، أطرانيات وطنيات. أمتانيت قومية، أمتانيات قوميات، قوميات. انتهينا هون من الصفة. حلو هذا جدا. كل شيء بالصفة. عندنا الصفة أنواعها، وبعدين جنسها وعددها. حلو 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 حلو. الفصل الآخر هو الضمائر. حلو. الضمائر حلو. ايه هو النوع شو اسمه المكون الرابع للكلام، أو العنصر الرابع للكلام speech. الضمائر بالآشوري قلنا خلبشمة بالمؤنث، بالمفرد خليها خلبشمة. الضمير خلبشمة يعني بديل الاسم، خلبشمة بديل الاسم. أيوة. pronoun بالإنجليزي pronouns. أوكي. برونومي. الضمير هو عبارة عن كلمة وحرف يأخذ مكان الاسم ويرمز إليه. أيوة. في لغتنا الآشورية المعاصرة هناك 4 أنواع من الضمائر. الضمير الشخصي، ضمير الإشارة، ضمير الاستفهام، ضمير التملك. شوف، اسم إشارة بالعربي واسم بالسرياني هو ضمير. ايوه 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 ايوه. من نوع الضمير، مو ينتمي الى الضمير مو الى اسماء. الضمير الشخصي، ضمير الإشارة، ضمير الاستفهام، ضمير التملك. ايوه ايوه. وتنقسم هذه الضمائر إلى قسمين، فمنها ما يكون منفصلا مثل العربي، ومنها ما يأتي متصلا باسم أو فعل أو حرف. أيوة. وسنأتي على شرح كل منها بالتفصيل فيما يلي. أيوة. هنا يبدأ الفيلم، أو يبدأ هذه المسرحية تبدأ. شوف بس شرح. الضمير الشخصي أولا، النوع الأول من الضمائر. خلبشما بارسوبايا. بارسوبا هو الشخص، بارسوبايا والشخصي. وهذه الكلمة لعبت أيضا دورا مهما في مسألة
الجدالات الكريستولوجية المسيحانية. برسوبون باليوناني، برسوبا بالاشور. قضية شخص المسيح وقنوم المسيح وطبيعة المسيح. عقدوها. نحن عندنا هيك، نحن عندنا برسوبا وقنومة وكيانا. فهي ما فهموها زين. المهم أبونا، أنا سمعت هذيك اليوم حلقة في التلفزيون إنه الأريانية كانت منتشرة كثير في أوروبا. أي كان في فرنسا يعني غالبية السكان كانوا أريان. عجيب. ما سمع أول مرة. وبعدين تحولوا إلى الكاثوليكية. يعني هذيك اليوم أنا استغربت إنه يعني الأريانيين كانوا لهم الغلبة في فرنسا. عجيب. واليوم ما باقي منهم، ما عاد منهم حد. لا، الأريانيين. فغريب. غريب طبعا. يعني هو الاعتقاد الأرياني يعني المسيح هو إنسان مو إله. نعم. هم ينكرون لاهوت المسيح. منيح مرة نعمل حلقة عن هيك، لأنه احنا ما نعرف شو الفرق بين هذول الجماعات. يعني تكون مثيرة الحلقة، يعني ممتعة. ومثل ما قلت لك الصيام كيف انتم تعملوه واشياء مثل هيك. يعني المعتقدات تاعون الجماعات هذول كل واحد كيف يعتقد. خاصة انه الاسلام تأثر بعدين بهيك. ايوه طبعا الاسلام تأثر بالاريانية، لانه كان في جزيرة العرب. ايوه. اريوسية نسميها ايضا، من اريوسية. او الاريانية من اريانوس او اريوس. ايوه. هو نسبة الشخص هذا اسمه. اظن المعتقد المسيحي في القرآن هو معتقد ارياني اكثر. نعم هو بالضبط. هو الابيونيون. ابيون ايضا. ايوه، مرة نعمل حلقة مشان الناس يعرفون. بس يعتبروه كانوا يظنون انه نسطوري. حتى مرة بطرس زكريا كانوا نسطوري. حتى أستاذنا كان مفكر هيك مرة. لا، لأن النسطورية ما هيك تآمن بلاهوت المسيح، بس هي تآمن أنه أيضا بناسوت المسيح، أنه إنسان كامل وإله كامل. مو إنسان ناقص وإله كامل مثل ما أيوة. السريان الغربيين وغير وقباطيس. أيوة. هذه مشاكل. كامل وإله كامل. عندنا هاي فعلا برسوبا خلبشما برسوبايا بيرسونال بروناون، الضمير الشخصي. هذا الضمير هو على نوعين، منفصل ومتصل. في عنده متصل وعنده متصل مثل العربي. ضمائر الشخصية المنفصلة نجي عليها خلبشماهي. شوف جمع خلبشماهي هي بالطريقة القديم السرياني القديم. شماهي بنجيب شمه خلبشماهي شماهي بالثاء. برسوباي شخصية. بريشة المنفصلة. بريشة ودبيشة. بريشة يعني منفصل مختلف، يعني منفصل مفروس فرس. وهنا من هذا يجي فريسيين. بريشة. الفريسيين بالهذه بالشتة يسموه، او باللغة السريانية بريشة. الفريسيين. فريسيين. ليش؟ لأن كانوا يفرزون أنفسهم عن الباقين. حلو. هذا كان يسموه شفت كيف؟ فريسين هي حتى باللاتيني يسموها فريزي وما يعرفوا شو القضية. هي جاية من بريشة. أنا أبونا في بداية الدكتوراه تاعتي كتبت جملة من السيد المسيح في ذكر الفريسيين الذين ما أعرفش إيه مثل هيك. بداية الدكتوراه تاعتي. لكن نحكي لك القصة بعدين. ولا حاجة. تفضل. أيوة. شوف الضمائر الشخصية المنفصلة خلبشماهي برسوباي بريشة disconnected. لأنه العرب ما يفهموا فريسي. شو هو الفريسي؟ لا حتى اسم اللاتينيين ما يفهموا، والغربيين ما يعرفوا شو هذا طبعا. شنو أصل الكلمة، شنو جذر الكلمة، أصل الكلمة. أيوة. في لغتنا هناك 8 ضمائر من هذا النوع.
ضمائر شخصية منفصلة. أها. مثل العربي تقريبا. الضمير أنا عملت قائمة ضمير شرحه معناه لفظه. اوكي. عندنا الضمير هو أنا. العربي أنا. أبونا فقط ملاحظة. نعم. تخلي العنوان مو على الصفحة السابقة، على الصفحة اللي بعدها. جميل. شفت؟ بس هذا له نظام أبونا. نعم. هذا أيوة هذا ينعمل أوتوماتيكي. أيوة. عندك إمكانية أوتوماتيكية إنه أعمل لا هون شوف أجي هذه في اللاي أوت أعملها هيك، أعملها هيك فيروح دلال. تعرف أبونا في نظام آخر أسهل. أسهل يعني إن كل مرة العنوان يجي على جهة، يجي دائما بصفحة الآخرة. بعدين يجي كل العناوين هيك. أيوة مو ضرورة تقسم الصفحات. ففي هالحالة مثلا يجي هذا الضمير الشخصي هذا يروح الصفحة، وبعدين الضمائر هاي يروح صفحة أخرى. لا ما هو حسب يعني حسب. هاي لازم نعملها في قضية كان في الكتاب الأول باللغة الأشورية. هذا الولد مثل ما قلت لك، هذا الشخص اللي هو عملها هيك، عطى نوع من في راح إلى هذه ديزاين. ديزاين هون شوف هذه مع بالفرنسي شو يسموها. هذه تلاعب بيها يعني، وكل واحدة منها تجي أوتوماتيكيا تروح تصير مثل شو اسمه. ايوه هنا بس انا هذه ما اعرفها هاي حقيقه. ايوه حاولت بس تخربطت عندي كثير، قلت هو ما ادور نفسي بها، ما عندي مجال ولا عندي. انا ما اعرفش كله، بس يعني امور ادبر حالي فيها. الضمير شرحه معناه لفظه. انا شوف لفظه انا مو انا، وهو معنى انا بالعربي انا نقول بالسرياني انا بالاشوري انا. للشخص المتكلم المفرد سواء كان مذكرا أم مؤنثا مثل العربي بالضبط. أنا ما عندنا مشكلة. أنا. أيوة. أنا. آت. أيوة. هي في نون مثل أنت، لكن ما نلفظها، مخلين عليها شو اسمه شحطة هاي. أيوة أت ومعنى أنت. آت. أيوة. الشخص المخاطب المفرد المذكر. تمام بالعربي نفس احذف النقطة بعد المذكر أبونا. أوكي. بعدين نسويها، مو مشكلة. الأشياء البسيطة نعملها حالا. هاو هو وما نستعمل شو ما نكتب من هسه أقول لك هي. إذا نحن هسه ممكن تسألني تقولي ليش نقطة مخلين كبيرة فوق الهاء؟ ليش ما حطيته فتحة طويلة يعني نقطتين مائلتين فوقها؟ هي لازم يعني هيك تكون حتى نلفظها هاو. لأنه ضمير، حتى نفصل هذا ضمير عن ضمير الإشارة. ضمير الإشارة يكون عليه فتحة طويلة. واثنيناتهم يلفظون نفس اللفظ هاو، ولكن كتابة هي مختلفين بهالفتحة عن طريق هالفتحة هذه. هون في الضمير الشخصي الغائب المفرد المذكر نحط نقطة كبيرة فوق الهاء ونلفظها هاو. أيوة. هو هاو. شوف هاو. أيوة. الشخص الغائب المفرد المذكر. هاي نفس الشيء، نقطة كبيرة فوق الهاء ولكن ياء بدل واو. هي هو هي هاي. أريد هذه فقط للعلم. بالسويدي مثل للمذكر هذا الضمير الغائب يقولون هون. لا عفوا هان. هان. وللمؤنث يقولون هون. هان وهون. يعني هي وشي بالانجليزي. هي هان والشي هي هون. فانا كثير كمان كنت اخربط بالاشهر الاولى بينهم. للهون اقول هان، للهان اقول هون. ليش؟ لانه هو بالعربي اكثر قريبه عن هون من معاني. ايوه اللغه الاشوريه تغلب عليك. كنا نخربط كثير بهذه نحن جايين من الشرق. ايوه اوكي. فهاي يعني هي هاي.
أخنا. أيوة. أخنا للشخص المتكلم الجمع سواء كان مذكر أو مؤنثا. جمع الشخص الأول المتكلم يعني نحن، يعني أخنا نحن. أخنا. شوف احنا نقول احنا شوف احنا احنا حنا. صدق بالخليج يقولون حنا. حنا. هيك ايوه ايوه حنا. ايوه 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 حنا. حنا ايوه حنا ايوه حنا ايوه رجال. حنا. ايوه حنا البدو يقولونها. حنا رجال. حنا ايوه حنا ايوه. احنا احنا نقول احنا. احنا احنا واليهود يقولون ها نحن. ها نحن. ايوه ها نحن. ها نحن. أخنا. أختن. أنتم. أختن. أنتم وأنتن، ما في فرق بين المذكر والمؤنث. الجمع بالضمائر الجمع الشخصية ما في فرق بين المذكر والمؤنث، نفسها هي. المتكلم يعني لا المخاطب. والمخاطب والغائب الجمع. أخنا نحن للمتكلم، أختن للمخاطب. أيوة. أختن. أنتم وأنتن نفس الشيء. أيوة. وآني. أيوة. هم يعني هم وهن. آني. آني بالعراقي العامي يقول أيوة. آني للأنا، يعني أنا يقول آني. أيوة. كنت بالبيت البارحة، آني كنت بالسينما، آني أيوة 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 أيوة. ويمكن اليهود يقولون آني. ما أعرفش، ما أذكر. أنا العراقي معلوماتي بالعبرية للأسف جدا ضعيفة. يلا أنا أعرف شوية، مثلا قلت لك أن بديت أتعلم لما كنت أدرس في إيطاليا روما. بس بعدين ما أقدر بالعراق لأنه هذه هي كخ اللغة الأمريكية. أنا القرآن أقل عقلي. صعب. صعب. ما عندي وقت. وين تساوي؟ طبعا. أنا ما أعرف أساوي شغلتين نفس الوقت. أنت يعني أنت ما عملته ما يعمله ما كان ممكن يعمله إلا 10 أشخاص. أكيد. فلذلك اكتفي واشكر ربك على هالقابلية الكبيرة اللي عندك. أكيد. ولا تتندم على أي شيء. لا ما ضرورة واحد تندم، ما له حاجة. اشكر ربك على واشكر الله إنه في أبونا شمعون يساعدني. يساعدك يعني. لا فعلا. رسم الخدمة مثل ما يقول نحن. تسلم. بس هذاك صاحبنا الأستاذ، أنا هذاك بده يروح يكلمنا عن الحوريات بدل ما يشتغل الشغل. زين يعني شوية تتسلى من ناحية. يلا نتسلى. الله بعيد. كانت ضمائر الشخصية المنفصلة، هسه نجي للمتصلة. ضمائر الشخصية المتصلة خلاص معي برسوباي دبيشة يعني متصلة ملزوقة بالضبط دبيشة. أيوة. من هون جاي الدبس. أيوة بالضبط. دبس دي دبشة. بدبك. دبشة هو دبشة بالآثري. يعني بلصق، مش هيك؟ بلصق طبعا لأنه لزج هو. connected personal pronouns. المهم هذه الضمائر أبونا إحنا كلمة دبش. تعرف شو شيء دبش؟ لا. الحجار الكبيرة نسميها دبش. صخرة يعني لا مو يعني حجار، بس مو بقدر الصخرة الكبيرة، بس دبش. يعني انت لما تعمل اساسات للبيت تحفر، مش هيك؟ بعدين بتحط باطون، بتحط حجار مع. ايوه فبقول حط دبش. يعني حصى كبيرة. حصى يعني شو 10-15 كيلو. ايوه يسموه دبش. اوكي. انا لما امشي في الشوارع اشوف حجر هيك حلو احمله. هسه عرفت. اوكي يعني احمله احطه في بستاني. حلو. انا عامل سياج من حجار هيك لاقيها. اليوم وانا كنت في الشارع حملت واحد جزء وزنه 15 كيلو. الناس يقولوا منه شو المخبل هذا اللي حامل حجاره. فاهم علي؟ مرة رحت على شط البحيرة، شفت حجر حلو أبونا حوالي 60 كيلو أو أكثر من 80 كيلو.
حطيت عيني عليه الا اجيبه، فاهم علي؟ بس كيف اخذه؟ اوه تغلبت فيك، عملت يلا الله بعين سويته، بس هذا هو موجود هناك. حلو. ايه انا احب اجمع الحجاره. ايه عندك هوايه حلوه، هوايه. إيه لانه ابونا انا إيه لما كنت صغير كنت اروح مع جدي إيه نسلسل. تعرف شو تسلسل؟ يعني إيه. نمنع التراب ينزل فتعمل سلاسل، يعني حيطه من الحجار، فاهم علي؟ نجيب يعني الحجار على نحطها فوق على بعض. الارض اللي هي شو اسمها منحدره يعني. ايوه مشان على تمنع المنحدرات. ايوه فتعمل مثل حيط. حلو حلو حلو. فكنا دائما نشتغل بالحجار هاي الدبش. ايه إيه فيعجبك هذه ايه. فانا يذكرك بالصغر ايه. يعني يذكرك. الحجار انا والحجار اصحاب. ايوه عندك الدبش. سوالف صغر قديمه ايه. وعندنا عائله اسمها دعيبس. اسمها دعيس. دعيبس مثل هيج. فالناس يقولوا لهم هذول عائله الدبش، يعني عقلهم كاسي. فاهم علي؟ بيقول انت تعرف اهل دعيبس؟ ايه بعرفهم هذول دبش. يقول لك لا حبابين جدا، بس يعني الناس يقولون عنهم دبش. دبش ايه مثل هاي، ليك انا ذكرتني بهاي الكلمه دعيبس. دعيبس على فكره بالعاميه العراقيه يقول دبنك دبنك. يعني شو؟ هذا يعني دعيبس يعني من دبنك، هذا عقله دبشه دبنك. ايوه دعيبس ما بعرف من وين جت، بس ايه. حبابين وعائله كبيره اصلا دعيبس. عائله كبيره في ايه قريه. بس انا قلت بلكي جايه من دعبوس. بجوز يعني شو؟ دعبوس. دعبوس شنو يعني؟ ما بعرف دعموس هذاك ما دعبوس. بعرف دعبوس ما دعبوس بعرف. انا سامع هاي انا في معنى دعبوس ايوه دعابيس. دعيبس. بس بجوز من هذا الدبس، بجوز من الدبس ما بعرف. ما تعرف. آه. اوكي، الضمائر هذه الشخصيه المتصله، هذه ضمائر ترمز الى الشخص وتتصل بالفعل، آه. اما مباشره او من خلال حرف لما تجينا الهاي اللام اللي هاي. ايوه عرفت؟ ايوه هاي اللام حرف لمد ساكنة، وتتصل أيضا بحروف الجر فعل وبحروف الجر بصورة مباشرة، وهي الآتية. هذه ضمائر المتصلة، الشخصية المتصلة. ايوه شرح. هذه يود تحتها نقطة، نشرحها شنو عبارة عن يود ياء تحتها نقطة، أي حركة خواصة. تمام. ايوه حركة الكسرة القاسية الياء يعني إي. ايه هذه إي، حركة إي. هذه حركة إي ايوه واحد، هذه هي ضمير تقوم مقام الضمير الشخصي للمتكلم المفرد، سواء كان مذكرا أم مؤنثا. شوف. إيه. يعني والحرف مثل ما تقول اكلني شربني قتلني. أيوة هي بالعربي. إيه. والحرف الذي يسبقها ايوه ياخذ بالضروره خواصه طبعا، لان راح تصير تلعب دورين، ضمير هو وتلعب دور الحركه اللي ما قبلها. ايوه تمام. مثال غزالي، هاي جينا لها قلت يغزل غزال غزل. يغزل. غزالي. قلت ليش ما تقول راسا هالياء على شو اسمه فعل ماضي رايت. ايوه غزالي رايت. هي لي. هل ضم اللي بالعربي. رأيت أنا، رأيت أنت، رأى هو، رأينا نحن، نحن، تا أنت، تو هو، أنا. تمام. هي ايوه اسمها الضم. فغزالي رأيت. ابونا سؤال مش اوضح. هو الفعل شو هو اصلا؟ فعل خازي. خازي. واللام هاي اضيفت قبل الضمير. اللام ايوه مش قبل هيك؟ الضمير بالضبط. قبل ايوه الضمير بتصير يجي غزال. يتصل بالضمير ايوه قبل. غزاه. غزاه هو الفعل راى.
ايوه غزاء بالقديم، غزاء بالماضي، غزاء علاقة مع الغزوات. غزاء، لا مو هذيك غاء مو خاء. غين، غين هذيك غين، وهاي هذه خاء، الخاء. شو عيد اللفظ. خزالة خزالة خ مو غ. ليست الغين أخت العين، وإنما الخاء أخت الحاء. أبونا بدي أسألك سؤال، لأنه إحنا عندنا كلمة أخرى تشبهها، يخزي العين. يخزي، خزى، طبعا صح. يخزي العين. إحنا هناك هاي خاء. الله يخزيك مثلا يقول. أيوة بالضبط. بعيد عنك. يخزي، الله يخزي، هي نفسها؟ لا. يغزي في فعل آخر، كلمة أخرى. أيوة. لكن مش مهم، فكرت البارحة استعملتها بالمزامير، خزا يخزي. ايوه زيلي. رآني يعني رأيته ولا رآني؟ هاي رأيته أنا غزالي. شوف هاي شوية غريبة بالنسبة. رأيته أنا غزالي، إذا تريد تقول رأيته غزالي إلا رأيت إليه. هي اللام هي اللي تخربط القل. أيوة رأيت إليه. شوف، رأيت إلى موسى، رأيت إليه. أيوة لهيك اللام في القرآن تيجي هيك وتسأل. تيجي مرات إلى بحيث أنه ما لازم تكون. أنا حسب علمي ذكرتها، هي بثمان حالات جت فقط. ثمان حالات فقط. في 8 حالات جت مثل هيك. هي صيغة سريانية. أنا ذكرتها في هذا، ومرة بعثت لكم على الواتساب هاي ما هي الكلمات اللي دخلت عليها اللام. نعم. وفهمت كأنه اللام غير موجودة. هذه شوف بالسرياني القديم غزاث، من بعد غزالي يغزاث، يعني فعل ماضي رأيته. غزاث ليه، إذا تريد رأيته ما تقول غزاث غزاث ليه، رأيت له. أيوة هاي هي اللي موجودة في القرآن. أيوة له. أيوة ليه. رأيت له مو رأيته، رأيت له. لهذا كنا حيران، ليش رأيت له، ليش ما نظرت له. أوكي، ولكن أيوة السرياني هي غزيت له، رأيت له. فهنا أبونا دخلت نظرية التضمين. يعني هذا الفعل له معنى نظرة. شفت علي؟ ليش ما نستعمل نظرة؟ إذا ما كان في نظرة أوكي، لكن في نظرة، نظرت إليه. يعني شو أنا كان نقص أفعال. لا أوكي فهي أنا عندي فصل كامل في كتابي الأخطاء اللغوية في القرآن عن التضمين أبونا. عندي فصل كامل. شفته. شفت قريتها شو اسمه كتابك عن أغلاط لغوية في القرآن. 11 نوع 11 نوع. هاي قريتها هذه وقتها. زين كان يقول الشيخ انت دخلتنا بعالم مش عالمنا. يقول انتم داخلين بيه، بس مو ما مكتشفين كل جوانبه، فانا كشفت. ايوه بالضبط. انت كشفت، يعني انا عملت كتاب القواعد تاعهم. انت مثل هذا الشيخ اللي كان يسموه كاشف الغطاء، انت كشفت الغطاء. ايوه كشفت الغطاء عنهم. ايوه عريتهم مثل ما يقول. ايوه طور عاري. مثلا شوف هذا استعمال الإياء الضمير ليش هون يدخل هذه هم لازم اوديها. اوكي في الدقيقة خلي اعمل طريقتي هذه، اعملها هيك وهيك خلي يروح يا اخوانا هيك.
هكذا وهكذا. يا الله يا الله، دي يراد له دفعة، يراد له دفعة، يراد له دفعة. انه يجوز كمبيوترك مش قوي يا ابونا. الظاهر انا على قد الحال، شو نسوي؟ هو عندك فقط 390 صفحة. نعم يعني نعم. صغير الكتاب، صغير مو نوعا كثير. ما. بس ابونا في طريقة اقول لك، لانه المشكلة وين جت، اوضح لك مش يعني يوضح لك. نعم انه تركيب الصفحات، خلي الصفحات بس في نظام انه مش كل مرة تعمل شيء يعيد التركيب. فهمت علي؟ يعني بالخلف، مو نعم نعم. بظل هذا. فإذا بسرع أكثر. صح. بس بعدين أدلك عليه، أوكي. عليه كيف تسوي. أيوه. كل زين. كل زين رابط. حذف تركيب الصفحات، تبقي هي الصفحات مرقمة، بس كل مرة تسجل ما يعيد تغيير الأرقام الصفحات ومثل هيك، يعني بياخذ وقت كثير. حكي فرجيك بعدين. نعم نعم. إذا ضمير المتصل الشخص المتكلم المفرد سواء ذكر مؤنث هو هذه يود تحتها نقطة، وأمثلة غزالي الفعل رأيته، فهذا يتصل باللام حسب ما شفنا بالتعريف لما عرفنا الكلمة المتصلة أنه يتصل إما مباشرة بالفعل أو بواسطة اللام. لمت. لمت غزالي. هذه رأيت أنا. قم خازت لي رأيتني أنت. رأيتني. قم خازت لي. قم هذا هو شو نسميه كبريفكس نخليه للزمن الماضي. قم خازت لي نوع من الماضي، طبعا عندنا 6 أنواع من الماضي راح نجيب عليه وقتها، فواحدة منهم هي قم خازت لي اللي يعني بالعربي رأيتني. مثل ما تقول هم رأيتني. قد رأيتني، مثل ممكن نقول قد رأيتني. قد رأيتني ممكن يعني هي بالضبط هيك، ولكن كمثل قد اللي نستعملها. قم عيد لفظة قم قاف ميم. قم خازت لي. خازت، شوف خازت، خازي هو. خازي. خازت أنت. خازت لي رأيتني. هنا مفعول به يكون. هنا هو فاعل. الضمير المتصل في الحالة الأولى غزالي رأيت أنا هو فاعل. فاعل. هنا في محل مفعول. قم خازت لي أنت رأيتني. معقدة. قم خازت لي. طيب منيح. وبعدين طبعا بالإعراب تجي بعدين بالإعراب. الإعراب التحليل الجراماتيقي يعني نسميه، راح نجي فصل كامل عليها. أوكي. قم خازيلي هو. قم خازيلي. قد رآني هو رآني نفس خازيلي. غزالي أنا رأيته غزالي. خازيلي رآني هو. هاي راح نجي. المهم نحن فقط نريد أنه نتدرب على كيفية استعمال هذا الضمير. أيوة. نستعمله مع الأفعال المختلفة، ومعناه شوف رأيت، رأيتني، رآني. أيوة. فهذه بعدين راح أحطها حالا بعد كل واحدة بعدها. يمكن أحسن. تمام. تمام. حتى يكون صح. أنا قبل استعملت هالطريقة هذه كان. بعدين هيك راح تصير. المهم زين. أو تحتيها بعد يكون أسهل. فإذا في الحالة خلي تحتيها لفظ وبعدين المعنى أيضا. أيوة. حتى تكون أكثر كاملة، على مهل. تأخذ مني وقت أكثر ولكن ما يخالف.
ما يخالف، يقول سوي زانية وذبها بالشط، ما يخالف. ايوه ذبها بالشط عند سامي الذيبه. سوي زانية وذبها سامي بالشط. ابو ذنبي. ارميه بالشط. ايوه. ايه لا بس انا شفت ابونا الحلقات الاخيره شايفينها اكثر من 300 واحد. جميل. ايه يعني انا استغربت، قلت شو يروحوا 300 جميل. واحد يشوفوا هاي حتى أنا عاد. حسب ما أحس دا أشعر أنه يعني مو فقط دا يتعلم إنسان لغة جديدة، إنما حتى لغته يتعلمها أحسن. أنا هيك دا أحس. يكتشف، هو اكتشاف اكتشف أمور في لغته هو كيوريوزيتي. اللي كان ماشي عليها هيك، ماخذها من الصغر وما منتبه لها. ايوه علاقة اللغات مع سواحل. هي المقارنة، بالمقارنة مع الشيء اللي عندك مع الشيء اللي عنده آخر، أنت أكثر تكتشف قيمة الشيء اللي عندك يعني. ايوه تكتشف المقارنة، تفهم. أيوة، المقارنة كلش حلوة يعني أنا هنا ساعدني مشان أفهم مشاكل قرآنية. شفت أنت؟ أيوة. وحتى العربي أنت قلت لي في المرة الماضية يعني نحن ما هيك درسنا ما تعلمنا هاي الأمور. لا ما هي الشكل، الطريقة هذه درسنا. أنا قبل شوي كنت بدي أسميك سيبويه. شكرا. هيك يعني أنا من صغري قلت كثير كنت حساس لهالأمور اللغوية هذه يعني. بتهوس وكنت انبهر باللغة. فيها يعني، كان عندي نوع من هوس. هوس. بالضبط، هوس. حلو. تعرف أبونا، على فكرة أنا لما كان يجي عند الطلاب يقولوا لي عايز أختار موضوع للبحث، أقول لي خذ موضوع تتهوس له. فاهم علي؟ إذا ما تتهوس له تتجر. أيوة تتجر وما تطلع من حقه يعني، ما أيوة بدك تستعجله. أما إذا أنت يعني بتتهوس للموضوع أو يعني بمسك بتعمل جهدك تعمل لي عن شو ما له علاقة بيك ولا بشيء. لكن أنا مثلا عملت وضع غير المسلمين في مصر لأنه ده يهمني، لأنه مسيحي، وبعدين احنا نقول عايزين عمل دولة علمانية، شو بتعني شو ما بتعني، وبدي أشوف شو وضع المسيحيين في مصر وجيراننا ومثل هيك. فكنت الموضوع متهوس له. فاهم علي؟ يمسني. والدكتوراه تاعتي أخذت جائزة أفضل دكتوراه للسنة. شفت. أفضل دكتوراه للسنة لأني أخذت جهد فيها. فاهم علي؟ هم شافوا أن أنا متهوس للموضوع. متهوس للموضوع. فقط للنكتة إنه يوم الامتحان الدكتوراه قالوا لي قبل مدة من السنة بنفس المكان اللي كنت قاعد فيه، كان واحد تركي عمل دكتوراه عندنا، هو كان وزير العدل في تركيا اللي دخل القانون السويسري لتركيا. الجامعة اللي أنا درست فيها هذا التركي بعدين صار وزير في شو اسمه في تركيا، هو اللي دخل القانون السويسري اللي علمن القانون التركي. شفت. يعني لهيك هو كان يعني هذا اللي اقول للناس، لازم تاخذ موضوع تتونس له. ايوه تتونس له مثل الختان. انا هذا يهمني لاني ما بحب صراخ الاطفال. نعم. انا بدي اعرف شو القصه هاي، فاشتغلت عليه 7 سنين. حلو. لو مش متونس له ابو اللي جابهم. صح. ما تهتم فيه. عندك هوس. ايوه. لا ما تاخذ المواضيع الا اذا مثلا شوف ابونا، انا عملت 16 شهر عن المقابر، عملت كتاب عن المقابر. وشو جابني للمقابر؟ لانه جا اخواننا المسلمين كانوا عايزين مقابر. قلت لهم ليش عايزين مقابر؟ ما فهمت الموضوع. فتهوست للموضوع، كتبت عنه كتاب المقابر في سويسرا. يعني هي كلها هيك قصة هوس. صح. لازم تكون مربوط بالموضوع. يعني أنا أقول لما قلت لك هعلمنا السرياني، شوف تكتب لنا إياه بالأشوري، شوف هامنا بالأمر، لأنه هاي من ثقافتنا. صح. فتهوست للموضوع
حلو بالضبط. هذا هو وأنا عندي هوس باللغة، فلذلك وهذا عجبتني الفكرة، وبكل طيبة خاطر، وهذه بحماس يعني أعملها. كتر خيرك. ولا بعدين واحد بس ببطل يشتغل بحماس. صح. الكلمة الصحيحة يكون عندك حماس في الموضوع. نعم. أنا أعرف طلاب فقط مشان اللي يتبعونا يعرفوا، لأنه هذول جداد على الصنعة، فاهم علي؟ شوف الطلاب بيشتغلوا سنتين وفجأة بقول له وين راحت الدكتوراه؟ قال بطلت. قلت له ليه؟ قال اتفرط. مليت يعني. مليت اتفرط، فاهم علي؟ مليت. طلعت لحالها ما كانش يمسها بأي شيء. ايوه، هي هاي. ايه اذا ما مسك الموضوع، فانا اقول له شو يمسك، شو يهمك، اكتب فيه. اما ما جيت تعمل لي ورده على القمر، شو استفدنا بورده على القمر؟ فاهم علي؟ صح. حد يسال عن الورد في القمر في لا. ايه؟ لهيك انا ابدا ما افهم انا شو يطلعوا على القمر وعلى المريخ وعلى هذول. يقول خليك على الارض. لا، خليك هسه دبر الارض وبعدين روح نشوف. ايه انا اعتبرها هاي انا هذا اعتبر ان المبذرين اخوان الشياطين هذول صراحه، يعني مو انا اعتبرها تبذير هذا تطلع على القمر. احنا تعرف عندنا مثل فلاح يقول نيالكم يلي على الارض. هيك يقول شو طلعك فوق خيي؟ انزل تصرف فلوس الله على حكي فارغ والناس ميتين جوع. فهي المشكله انه لازم واحد يكون بعقلانيه يشتغل. شو دخلنا في القمر؟ ابو القمر ابو الاجابه. تعرف الامارات عملوا عيد ما اعرفش كم سنه الاستقلال وطلعوا قمر ما اعرفش لفين، ومين يدري بيه. لا، راحوا على شو اسمه للمريخ. شو استفدنا يا خيي؟ شو استفدنا؟ شو الفائده من المريخ؟ احنا شو طالع لنا بالمريخ؟ احنا ميتين جوع على الارض، تجي طالع لنا على المريخ. انت يقولون بس انه هيك صار. فخفخه. انا اعتبر هذا مضيعه فلوس واستهتار بالبشريه. يعني مهما ما عندي ضد العلم، بس شو استفدنا؟ قال بدنا نكتشف اصل الحياه. خيي الحياه اللي احنا مش عارفين ندبروها، شو تسالني عن اصل الحياه؟ شو سؤال اصل الحياه؟ على كل نحن خرجنا من الموضوع، بس يعني مشان الناس يفهموا. نعم. هي هيك بالضبط. فانا خلاني عندي هالوهس هذا ايوه هذا مهم جدا. جدا. فالضمير الشخصي المتصل للشخص الأول هو قلنا غزالي، وهذه يتصل بالفعل عن طريق الحرف اللام أيضا اللي يسبقه يلتصق باللام. والشخص الثاني المخاطب أو الثاني نسميه المفرد هي كاب لينة، يعني كاب تحتها نقطة. شايف هالكاب؟ تحتها نقطة، أي تحتها نقطة كبيرة ساكنة للشخص المخاطب المفرد المذكر فقط، مذكر مو مؤنث. هناك كان للاثنين للمذكر والمؤنث. والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة رواسة دائما. وهذا مهم حل استعمالها، لأنه قسم يستعملوه غلط فالمعنى يتغير. والحرف الذي يسبقه يأخذ حركة رواسة، يعني ضمة، حركة ضمة. خلينا حركة ضمة كبيرة. ضمة. ضمة. أيوة. رواسة. مثال غزالوخ. شوف أوخ. هذا هو الضمير خ، فقبله لازم يكون رواسة. قبل ايش هي الحرف اللام اللي يلتصق بها. حرف اللام له رواسة هون. ليش؟ لأنه هذا الضمير للشخص المخاطب يتطلب أنه يكون الحرف السابق يكون له هالحركة ضمة. لوخ، غزالوخ، غزالي، غزالوخ، غزالي رأيت أنا، غزالوخ رأيت أنت.
ايوه اللبناني لساته يكون رأيت له. رأيت له بيحط لحتى اللام في اللام. غزالخ. ايوه رأيت رأيت له. أنت. بس شوف إذا تريد رأيته هو، يعني رأيت له، نقول غزالخ إلا. اللي إلا له رأيت له إلا. رأيته هي طبعا، أنا بالسريان رأيت له. أوكي. ايوه قم خازنخ، هاي الصيغة الأخرى للماضي. قم خازنخ، قد رأيتك. خازنخ أنا، رأيتك أنت. فهنا الضمير الشخص هذا، هنا أنا ليش بخلي هيك بعض الأمثلة، هنا يكون فاعل. رأيتك أنا رأيت. زي ايوه رأيت أنت، يعني ايوه أنت الذي رأيت. لكن هنا أنا الذي رأيتك. خازنخ. أيوة. فكاف هذا أنت هنا مفعول به، هنا أنت ايوه فاعل، هنا مفعول به أنت. طب الفظ الكلمة الأولى. الأولى غزالخ. يعني أنت رأيت. أيوة، حتى السؤال غزالخ رأيت. قم خازنخ، قد رأيتك. شفت كيف؟ أيوة. يخرب بيت هذه الشغلة. وليش اللام سقطت؟ ليش؟ لأن أكو نون هنا. هذه ينتهي بالنون. قلنا في حالة، راح نجي ملاحظة، في حالة يكون النهاية الفعل نون، حرف النون أو حرف الراء، فلا نحتاج إلى لام. شفت؟ ما نقول غزنلخ، لكن خازنلخ بدون لام. أنا حبعث لك الثمان شواذ في القرآن في هذا المجال، وتقول لي شو القاعدة السريانية اللي انطبقت عليه. أوكي. لأن مش عارف شو اللي صار. أوكي. هلا فهمت. هي هاي. هسه اللي فهمت. هسه فهمت من وين جت المشكلة. إيه، لأنه مو بكل الحالات، يعني في حالات محددة جت فيها. فأنا أسأل من وين جت القاعدة هاي، وحتى لما يجوا المفسرين هاي اللام ما ياخذوها بالاعتبار. هاي اللام بس هي موجودة في القرآن، وفقط في الحالات الثمانية هذول فقط، مو غيرها. هي جاية من هون. هبعث لك اياه لانه انت هتنتبه اليوم اكثر مني. انا ما عرفت شيء هذا. عقلية الآشوري هذا. إيه. خازنخ، قم خازنخ. انا ذكرت في هوامش طبعتي. ايه تفضل يلا. رأيتك. قم خازيلخ. أيوة. رآك، قد رآك هو رآك. هنا أيضا مفعول به أنت، الضمير هذا كاف هو أيوة. مفعول به، بس رآك هو. شوف، رأيت أنت، هنا أنت الذي رأى، أنت الفاعل. الكاف أيوة. هوني في محل رفع فاعل. العربي هيك نعربها تمام. والكاف هوني والخاء هي في محل نصب مفعول به. أيوة. أنا رأيتك، هنا أيضا مفعول به في محل نصب هو رآك. شوف، رأيت أنت الرائي، أنت الذي يرى. رأيتك، أنا الذي رأيت أنت. أنا الذي رأيت أنت. تمام. إذا نفتتها. رآك هو الذي رأى أنت. هو الذي رأى لك. رأى لك أو رآك خازيلخ. لأنه اللام هاي، ولا هنا المشكلة اللام الموجودة. اللام هي ما قلت لك أنه اللام تجي دائما قبل الضمير الشخصي هذا. غريب هذا الأمر بكل الأفعال أبونا. في كل الأفعال، بزمن الماضي والحاضر، في بعض الأزمنة راح نجي عليها، في بعض الأزمنة من الفعل. ولكن ليش القرآن ما التزم بهاي إلا ب8 حالات؟ ليش ب8 حالات؟ هي ظاهر اللي كان يكتب يعني هيك
عقله هيك يعني، عقله كان سرياني فشافها، شافها انه هيك يعني طبيعيه. لأن غريبة. بالعربي ممكن تستغني عن اللام من دون أي مشكلة ايوه ومفهومة، وإذا أضفت اللام بتصير حواليها شكوك. بالاشوري مستحيل، لانه خازي اخ هذه ما تجي يعني غريبه. خازي اخ لازم تكون غزال اخ، خزي اخ ما يصير غزي اخ او خازي اخ، لازم يقول خازي لخ. هاي لازم ابعث لك اياها ابونا مشان ابعث تبعث لي شو شوف انا شلون راح تفهمها. اشعر بها، شلون راح ايوه تاثر ايوه، بي. لأن احنا كعرب يعني انا لما قراتها كتبت حالا خطا، نعم انا ذكرت تحت الهوامش خطا. اكيد باللغه العربيه خطا، انا ايضا الواحد يكتب بالعربي هيك اقول خطا، لكن انا اذا كلها يكتب خطا. بالسرياني اقول لها صحيح. ايوه ايوه، هي المشكله اقول لك. بعدين بالاستنتاج شفتهم 8 حالات بس. إيه فقط. وليش الثمانيه اللي بعملها بالغير محلات؟ ما هو السبب ما ادريش. ما كان منتبه هون، هناك انتبه قال ما مو عربي هيك. جائز نحن طبعا ما نعرف. بجوز هناك قاعده، بجوز هناك قاعده انا ما ادريها، بس ايوه قلت لك انا في طبعتي ذكرت هذا خطا، هذا خطا، ترضى تزعل انت حر، هو خطا عربيا. لانه لو واحد في المدرسه يكتبها يحطوا له خطا. اكيد بدون شك بكل سهوله. نعم نعم، هي هاي شفت هاي مشاكل اللغات. فهذه قلنا ايضا للضمير الشخصي المتصل للشخص المخاطب المفرد المذكر. ايوه اما ايوه نجي للشخص المفرد المؤنث المخاطب يعني، فهي ايضا خاء ايوه نلفظها نفس مثل ما نلفظ الآخر، ولكن كتابة نزيد عليها هذه يود ساكنة، واللي ما نلفظها لأنه ما ممكن نلفظها بما أنه ما قبلها أيضا ساكن، فهي ما ممكن تلفظ فتصير خاء، ولكن هاي علامة أنه مؤنث. أنت إيه شاف كاب لينة تحتها نقطة كبيرة، ويود ساكنين، يود معها هوني فقط الكاف، هوني كاف ويود، كاف لينة يعني خاف ويود، خي ويود، خاء ويود للشخص المخاطب المفرد المؤنث، هوني المذكر هوني المؤنث فقط. أيوة. والحرف الذي قبله هي هاي مهمة. أبونا أنت تقول ساكنين ولا ساكنان؟ كاب لينة وساكنان لازم تكون صحيح. فقط. يا هذا خطأ. ايوه ساكنان. ايه فاعل يجب ان يكون، ايوه يكون شو اسمه صحيحة. مو مفعول به فاعل. ساكنان للشخص الغاضب فقط. انا هاي شوف هاي اخذتها على العامي ساكنين هو ايوه عبدية معنا نفس الشيء. والحرف الذي قبله ياخذ حركة سقابها، حركة يعني فتحة طويلة. سكابة. ايوه فتحة طويلة. يعني انا مشان احفظها سكابة بتقول ابو ركبة. ابو ركبة. شوف كيف يعني، شوف لك فد كلمة هيك انت هذه تجي سقابة حتى تتذكرها. هذا اسمه للرئيس التونسي بورقيبة. ايه مقيبة يعني ابو ركبة. ايه ابو رقيبة. ايه صح ابو رقبة، ابو رقيبة. ابو ركبة. هو معزة. ابو ركبة يعني يا جبل. هي عنده ايه صح رقبة طويلة. ايوه لانه مين اللي له رقبة طويلة؟ هو الجمل او الزرافة. نعم ابو ركبة. هي مش هاي الاسامي باللغه من لغه في لغه اخرى مشكله هذه. مشكله تطلع مسبات، تطلع كلمات مو عندنا احنا بعض يعني ما نقدر نقولها. ايوه ايوه ابو رقبه ابو رقبه. ايوه مثل انا ابو ساحليه. ابو ساحليه. ما يعرفوا اذا هو جاي من الساحل ولا تاع الحيوان هذا اللي يروح على الحصان. السحليه ايوه. ايوه ما تعرفش شو هو ابو سحليه. ايوه لانه سحليه ابونا يعني بدور دورات غريبه عجيبه، فاهم علي؟ يضل يلف. هيك سحليه يعني بلف. صح. ايوه
حول ذنبها. وأنا حطيت الحجار مشان السحلية تسكن فيه. وقت الحر تيجي تتشبث على الحجار. شفت علي يعني؟ كل جيراني مبسوطين على الحجار لأن بقول هاي السحليات تيجي تسكن فيها. حلوة. مبسوطين على هاي النقطة، يعني حماية للحيوانات الصغيرة هدول. أكيد يعني لازم جميل. حيوانات بريئة. أيوة بالضبط. حيوانات بريئة فعلا، ولها فائدة أيضا للطبيعة. مهما كان يعني جميلة بتشوفها هي تتشبث على الحجر. نعم. أكو نوع منها تهز راسها هيك فوق تحت فوق أيوة. هو أنا نسيت أسميهم. يلا الله بعيد. هذه نحن نسميها كركمة. كركمة. أيوة. هاي تهز راسها. شو إحنا نسموها؟ نسيت اسمها. على كل كركمة. ولذلك أكو لقب لعائلة لأنه دار كانوا يهزون راسهم هيك فسموهم كركمة. شو اسمه اللي هنود أبونا يحرقوا رؤوسهم بطريقة غريبة. هيك مشان لما يقولوا يقول لك هيك كأنه لا. هاي صارت نكتة عندنا بالمدرسة بالجامعة بروما. هاي بروما كان المعلم يشرح يفهم، قال فهمتوا الكل كلنا سوينا يعني هيك يعني ايه. هذا هندي كان واحد عمل هيك، فهذا المعلم يعني افتهم انه ما فهم هذا. فقام شرح من جديد، شرح الموضوع. بعدين خلص قال فهمتوا، هو نفسه قام هيك قال له ابني شو ما فهمت انت؟ هاي مرتين كتقول لي. قال لا استاذ فهمت. قال ليش بس تعمل هيك؟ قال انا يعني ايه يعني هيك يعني إيه؟ ايوه يحركون راسهم بطريقه غريبه عجيبه. فين هيك كان عندي زميل هيك بالمدرسه بفريبورس بنفس السكن، يحرك راسه بطريقه غريبه بس حلوه الحركه تاعت راسه. كل شيء يعني كل واحد ما يقدر يعملها هذه. ما يقدر يعملها وما يفهم الا تماما باول الوقت، بعدين يفهم. عادات الشعوب يا مولا. يلا مولا يلا. المهم فإذا الكاف اللي الخاء اللي وراها ياء ساكنة هي للشخص الثاني المخاطب المفرد المؤنث. والحركة اللي قبلها لازم الحرف اللي قبلها يأخذ حركة فتحة طويلة. أيوة. مثل غزيلخ. هوني بالمذكر يأخذ قلنا ضمة. تمام. أخ هوني يأخذ فتحة طويلة. لاخ. هوني لوخ لاخ. غزيلخ كاف وياء خاء وياء. غزيلخ رأيتي. قم خازنخ قد رأيتك. قم خازنخ. شوف دائما فتحة طويلة اللي قبله. هون قلنا ليش ما حطينا لام؟ لأنه ينتهي بالنون فما في لزوم هي النون نفسها تأخذ مكان اللام. خازلخ. قم خازلخ قد رآكي هو. خازي هو لخ رأى لك. خازلخ. غريب هاي الصياغة السريانية غريبة، أشورية غريبة جدا. غريبة هاي فريدة. خازلخ خازنخ خازلخ. رأيتي رأيتك رآك. رأيتي رأيتك رآك. تجي كفاعل وكمفعول به أيضا. هي الهاء نجي للشخص الغائب. قبل وضميره هو الهاء وحدها ساكنة. هاء ساكنة. الشخص الغائب المفرد المذكر فقط. والحرف الذي يسبقه هو المهم هذا يأخذ حركة زلامة طويل. مثال غزيله. غزيله. رأى. هو رأى. غزيله. هو رأى. غزيله. رأى هو هذا هون. فإذا هي فاعل. الضمير هنا فاعل.
ايوه غزالة. قم خازني أنا رأيته، هو ضمير هون مفعول به، أنا الفاعل. قم خازني، إيه خازني ايوه رأيته. ايوه وكم ايوه خازالة قد رآه، هو رآه، يا ابوي هو رآه، هو يا رأى ذلك. ابوي، هاي اللام يعني حتخليني احلم فيها طول الليل. إيه لا، خازالة. إيه يعني هاي غريبة، ما أعرف إذا المشاهدين يعني ملاحظين معي، مش مستغربين مثلي ولا لا. يعني إذا ترجمناها حرفيا مثل ما أيوه الظاهر أنه كاتب القرآن ترجمها في ممكنها حرفيا، فراح تكون له يعني أيوه رأى أيوه له هنا، هذه أيضا رأى آه له واحد، لكن هي لا كأنه قراءة له. أبونا. رأى هو رأى مو رآه. أو هو تراءى له. لا رأى، هو رأى. هو رآه. غزالة، أيوه. غزالة بس يعني بس رأى. هي قلت لك حالات ثمانية، أنا ما أعرف كيف أشرحها. أيوه. هي فقط 8 حالات فقط. هذه لو ندخلها في الجملة حتى ها. تكون أوضح، نقول غزالة الطورة رأى الجبل. غزالة طورة، أيوه أيوه أيوه، حلو 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 حلو. غزالة طورة رأى آه. جبل. سهلة طورة، أيوة هلا يكون أوضح. أيوة أيوة. أو بعدين أيوة. بعدين قام خازنة قد آه. رأيته، لمن؟ أيوة الجبل، أنا رأيت الجبل. رأيته. خازنة رأيته أنا. أيوة هنا رأى هو الجبل. هنا أيوة. رأيت من هو هاي، عايدة لمن؟ إلى الجبل. أبونا عندي هلا سؤال، هل نعم لو قلت أنا رأيت الجبل هل ضرورة أضع الهاء؟ نعم. قول لا الهاء تصير هالمرة الضمير أنا الاسم هو الاسم الإي. يحل مع الضمير. الضمير يكون أنا هو ضمير إي. غزالي في الحالة يكون غزالي خلي طورة. ما تتحرك عن النص، عندي سؤال. هلا ترجم لي أنا رأيت الجبل. أنا غزالي طورة. غزالي أورا أما إذا قلت أنا رأيته، أنا أنا أم غزالي خازنه. خازني. أي غزالي زيني. أيوة طيب هلا وضح طبعا. منيح. ما هو الضمير يعني إذا في الاسم مش حاجة للضمير. أيوة. الضمير إيه طبعا إذا اسم صريح مو حاجة إلى هذه، لكن هذا الضمير مو لأنه مو يعني هذا الضمير يكون حتى للفاعل ويكون للمفعول وللشخص الأول والثاني والثالث، عنده كله ضمير، يعني المتكلم والمخاطب والغائب. أي 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 يعني يعني شوف، أها. هي غزالي هذا إي، هي بدل الضمة اللي تجي على التاء المضمومة، رأيت، رأيته. أيوة زين. أكلت، شربت، أيوة أيوة أخذت، أيوة أيوة تمام، أيوة 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 ذهبت. أيوة أيوة. ولكن إذا أنت يكون أكلت شربت، في الحالة أكلت نحن نقول خلخ، كاف هاي خلخ. خي، خلخ، زيلخ خلخ شتيلخ. خلي احنا قل لك شغلة، نعم يعني كل شيء. قل لك شغلة احنا بنقولها في الفلاحي، قل لك شغلة يعني كل شيء. كل شيء. خلخ، خل خل يعني هون فعل أمر. خل ايوه يصير ايوه خل فعل أمر. ايوه لخ ايوه خمن مندي. أكل يعني لك، كل لك شيء. احنا مثلا قل لك بطيخة. أيوة كل خلخ باشيلة. يعني انت ممكن خلخ تقول كل بطيخة، أي. بس العامية يقول كل لك بطيخة. شوف مثل إيه، مثل إيه، ممكن نقول خل بطيخة أو شو باشيلة، نحن نقول خل ايوه باشيلة أو ايوه خلخ باشيلة. اثنين صحيحة. نعم صحيحة نعم.
كله. أكلك بطيخة أو أكل بطيخة. أكلك بطيخة، أكلك شغلي. أكلك شغلي يعني كل شيء. ليش أنت أيوة. قاعد بلاكل؟ أكلك كل. أيوة. أكله. أكل. بالعامي العراقي أكل، بدأ كل أكل. أو حتى أكلك شيء بيضيفوا الكاف بالأخير أبونا. نعم، عندنا. خلغ مندي. أيوة. خامندي يعني كلك فد شيء، كلك أيوة فد شيء قبل ما تروح. أنا لا تجوع. أيوة، لا تروح المعدة فاضية. أيوة. أيوة كل لك همشي. أيوة صح. خل هذاك. صحيح، الفلاحين إحنا نستعملها بس فقط في العامية، نعم. مو باللغة الفصحى. فصيحة لا نحوية ما، لكن احنا لا نستعملها، هاي سريانية خلخ. هلا وضحت لي. هلا وضحت يعني ايه. يعني واضح العلاقة بين اللهجات تاعونا والسرياني، هاي الارامي. نعم. إيه. هم نعم. بيسموها الارامية الفلسطينية ابونا. شفت الآرامية؟ أيوة هي. الفلسطينية. نعم. إيه. هي إيه. بالجهة الغربية يعني الشام ايوه. وفلسطين ولبنان. ايوه. هنا آرامية هي كانت تسمى. ايه. الجهة الشرقية عندنا كانت طبعا آشورية، بابلية، كلدانية، في قاموس أكادية. ابونا، شفت قاموس عنوانه الارامية الفلسطينية. شفت آرامية فلسطينية. نعم. لازم ايه. كان من ذاك الوقت الآرامية نفسها كان بها لهجات ايوه فلسطينية، شامية مثلا، ايوه. ما أعرف إيش. ايوه. لهجات مختلفة. أيوة. إيه. طبعا. صديقي أستاذ في فنلندا، هو اللي يعرف عبري وهذول، كتب كتاب عن اللهجة في قريته. إيه ليش لا، حلوة. بعت لي الكتاب أو نص ما أعرفش إيه. مش هذا كل هذا تخصصه بالقرية تاعته. كيف يحكوا. جميل. إيه. حلوة. إيه. حلوة. طيب. كمل. حلوة. أوكي نجي هلا. قلنا هذه على فكرة هو قاعد حاليا، هو عمره أكبر من عمري، قاعد يتعلم سرياني. أها. هو بذاته يتعلم السرياني، او ما اعرفش هو الاشوري ولا السرياني. بس أيوة. اوقات يتصل بي من فنلندا. أها فنلندا. له اخو في اسرائيل يعني يعرف كويس عبري، ترجم كتب من العبري الى العربي. مهم. 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 إيه، إيه، حبابين. حلو. نحن عندنا في فنلندا واحد سيمو باربولا اسمه فنلندي هو. اه هذا تخصص باللغة السريانية، كثير يعرف عنها الأمور هذه. اه إيه. القديمة ولا الحديثة؟ القديمة. اه اه هو قديمة. يتقنها. شو هو من الذين يعتبرونه هي لغة آشورية مو آرامية. ايه. هذه يعني أن تسمى آشورية أصح من أن تسمى، هي نفس اللغة بس أن آه. تسمى آشورية. أبونا لأن خلينا نخلص هذا الفصل لأنه صارت ساعة ونص أوكي. الحلقة الثانية. أوكي. منيح الواحد نتسلى، بس يعني برضه نعم. مشان نعرف نعم. ولا فإذا ياخذ وقت. نريد نقف لا والحلقة نكمل الضمائر. نكمل الضمائر. أيوة. كمل الضمائر الضمير المتصل، الشخص المتصل أيضا نخلص منه حتى يبقى عن الضمائر الأخرى. أوكي. فإذا قلنا وصلنا إلى الغائب، شخص الغائب المفرد. ضمير المذكر هو ضميره هاء ساكنة أيوة. بالنهاية، وشفنا استعمالاتها. أيوة. وبعدين جينا إلى المؤنث، الغائب المفرد المؤنث. هي أيوة. نفسها بس نقطة. هذا اللي يفرقها عن شو اسمه المذكر، هي نقطة كبيرة فوقها، والتي ما تلفظ أيضا. هي نفسها لفظها نفسها، ولكن أيوة. النقطة هذه تخلينا نقول هاي النقطة والحركة التي ما تسبقها، هاي شيئين هي اللي تخلي تفرق بين الضمائر أيضا، أيوة. أشخاص يعني. أيوة. فالهاء المذكر أيوة. الغائب يسبقه زلامة طويل، يعني كسرة طويلة. أيوة. غازنة، غزيلة، أيوة. خازيلة، أيوة. شاقلة، متيلة، كلها ليه. ولكن المؤنث هو يسبقها حركة فتحة طويلة. أيوة. مو كسرة طويلة، أها. اسقاط يعني. فتحة
طويلة، أي سقاطة، أنا كاتب سقاطة هذه. أيوة. مثال غزالة، غزالة يصير غزالة. غزيلة. أيوة. نقطة. أي هاي خطيئة، هاي خطيئة، هذه خطيئة أنا عملتها. أوف. إيش؟ أوف. شو هي مسألة؟ أوكي. لأنه عربي مخلي الحروف خلي أنا بعدين أصححها، بس إنه حطها بالأحمر. شوف هذه هي بالأحمر، هي هاي النقطة. شوف أنا أحطها هاي بالأحمر حتى أعرف وين شو المشكلة. شفت هذه نقطة كبيرة فوقها، وقبلها هي ما صارت حمراء، فتحة، ما صارت فتحة حمراء مو كسرة. يا ما صارت حمراء راح تصير يشتغلها، صارت ايوه عملها كلها. مو مشكلة، دخل. مو مشكلة، مو مشكلة، الله مو مشكلة، الله راح ارتب عليها. فغزالة، شوف الحركات قبلها. غزالة، غزالة، هو فقط هذا الذي يفرق بيناتهم. هذه كسرة طويلة، المذكر المؤنث فتحة طويلة. غزيلة، غزيلة. فهمت. غزالة هو رأى، غزالة هي رأت. غزيلة، غزيلة، غزيلة. أيوة، غزيلة، غزيلة. أيوة. خازنة، أيوة. رأيتها. هنا قم خازنة، رأيته. أيوة، فهمت. خزنة، خزنة، خزنة. أيوة، 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 خزنة. أيوة. بعدين رآها، هو قم خازيلة. لا، دخلت اللام. أيوة. هنا خازيلة، هنا خازيلة. رأيت له، رأيت لها. رأيت له، رأيت لها. أما للجمع المتكلم، الجمع أيوة، هو نون ساكنة بالنهاية، نون ساكنة. هاي المتكلم. المتكلم. أيوة. المفرد الياء إي المتكلم الجمع نون ساكنة. نون. فأنا بالمتكلم المفرد قلت غزالي. أيوة. هذه. أيوة. بالمتكلم الجمع نقول غزالا، والحل والحرف الذي يسبقها يأخذ حركة فتحة قصيرة، بتاخة. أيوة، بتاخة. أيوة. مو حركة ياء غزالي، إنما غزالا، نون مع قبلها حركة فتحة قصيرة، بتاخة. أيوة. أيوة. قصيرة. أيوة. غزالا. قم خازت لن. أيوة. قم خازي رأيت، رأينا نحن يعني، فنحن، فالنون هنا، الضمير هنا فاعل، نحن الذي رأينا. هنا رأيتنا. شوف نفسه بالعربي أيضا، نون نفسها، تبقى في الفاعل وفي المفعول، في كل دائم. خازت لقم خازت لن، رأيتنا لنا. رأينا نحن يعني، رأينا نحن، رأيتنا أنت، رأيت لنا. خازت لن. أيوة. 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 خازي لن، رأى يعني هو رأى لنا، رآنا. بدل الألف عليها الهمزة تحط المد، رآنا. أيوة. ألف بالأخير. بالأخير آخر واحدة شمال. أيوة، هاي رآنا. أيوة، رآنا. أظن هو رآنا. أيوة، رآنا. أظن هيك رآنا، ولا أو تحط السكون بلا لا، الهمزة بلا سكون وبعدها ألف. ممكن الاثنين، ما بعرف لازم تحقق. أيوة، حتحقق. أيوة. فهذه النون هي المتكلم الجمع، نون. زيلا، شتيلا، تولا، خشلا، تيلا، ثقلا، صيلا. أيوة. اوكي. للمخاطب الجمع. أيوة.
مخاطب المفرد كان غزيلوخ، أخ، وغزيلخ المؤنث. الجمع إلى كليهما نفس الشيء. شو هو للمخاطب الجمع؟ هذه الضمير هو خون، خاء او بالرواخة، يعني الضمة شو سميتها، الفتحة المضمومة، الفتحة المضمومة شيء، خون مع نون بالنهاية ساكنة، خون. هذه خون. هذا المقطع خون. كاب لينة بحركة رواخة مع نون ساكنة. شخص مخاطب الجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا. الحرف الذي يسبقه هذا مهم، يأخذ حركة رواخة، حركة رواخة، حركة رواخة يعني الضمة شو سميتها، كان تسميها الشيء أنت؟ أنا عارف ضمة مو المائلة، الفتحة الضمة الفتحة المائلة، أو الضمة المائلة المهم هي هذه يعني مو أيوة اللاتينية مو أوكي. أيوة فتحة مائلة أظن هي تسمى. أيوة. فشو هاي المثال، غزيلو، شو أخذت الضمة هاي اللام قبل هذا الضمير، أخذت غزيلو خن. هو الضمير هذا خن هو الضمير المتكلم الجمع للمخاطب الجمع خن، وقبله يأخذ الرواخة أيضا هاي الفتحة أبونا. بعدين أنت العربي تحت كل كلمة شو هي، شفت علي؟ يعني راح أعمل هيك راح أعمل يعني لفظها ومعناها كل كلمة. أيوة مشان تسهل علينا شوية. ما يخالف ما يخالف. بسيط. ماشي. غزيلو خن. رأيتم أنتم. أيوة رأيتم. أم خازن نوخن رأيتكم. أنا رأيتكم. خازن خن رأيتكم. أيوة. تمام. قم خازلوخن رآكم، هو رآكم. أيوة. رأيتكم رآكم. أوكي. وبقى الشخص الأخير الجمع الغائب. الجمع الغائب عنده اثنين، عنده هذه عنده طريقتين وعنده استعمالين. إما الياء الساكنة، أو هذا المقطع هون هي هون، ولكن الهاء هي ما تلفظ فتروح الحركة هذه تروح للحرف الذي يسبق اللام. هسه راح نشوف. الصيغة الأولى هي يود ساكنة كان مذكر، والحرف يسبقه يأخذ حركة تاخة أو حركة فتحة قصيرة. أيضا فتحة قصيرة. حرف الذي يأخذ فتحة قصيرة. غزيلي هي لي. غزيلي. نعم. رأوهم غزيلي. غزيلي طورة. رأوا جبل. قم خازني أنا رأيتهم. أنا هم. قم خازيلي رآهم. 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 هاي الصيغة الثانية هي نحط هالمقطع فتكون غزيلون. شو غزيلي أو غزيلون. أيوة غزيلون. هاي الصيغة اللبنانية. أيوة. هذه يأخذهم غزيلون. عليهن. أيوة. عليهم بدل ما عليكم قل عليهن، للمذكر وللمؤنث. عليهم. عليهن يقولوا. عليهن. أيوة. قم خازن عليهن. غزيلون هم رأوا. قم خازن أنا رأيتهم. قم خازيل هو رآهم. بدل هم هن. أيوة.
هذه هي الضمير الشخصي المتصل. ايوه المنفصل والمتصل، الاول هو المنفصل وبعدين المتصل. المتصل هايش خلصنا. حلو جدا الضمير ابونا. الشخصي خلصنا، سنجي بعدين ضمير الإشارة في الحلقة القادمة إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ابونا انا شاكر فضلك، وادعو المشتركين يكتبوا ملاحظاتهم اذا في مشكله او ملاحظات اسئلتهم حتى نجاوب، نحن نحاول نوضح. اي واشتركوا في القناه حتى تصلكم الاشرطه القديمه والقادمه. ايوه هو على بعضها. وشكرا ابونا على جهده، كثر خيرك. ورمش بريخه ابونا. رمش بريخه، شكرا استاذ. وسلام للعائله، ليله سعيده. سلامة. سلامه ابونا، سلامه.